احكي لنا تجربتك مع الصلاة. هو مشكلة ان انا مش بصلي بس بقطع، يعني ساعات باجي اصلي ممكن اصلي يوم واتنين والتاني ما اصليش بقطع. كل الناس بتقول تعود، انا ممكن مثلا اصلي يوم والتاني وما اسيبش فرض، فجأة كده مثلا اسيب العشاء واسيب العصر، فكله كده بكسل مرة واحدة، فهي بتيجي تدريجيا، فاهم؟ بقطع خالص الصلاة. معظم اللي بيحصل في وقتنا الحالي كان بسبب عدم التزام الصلاة. يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما فيش صلاة فأصبح في فحشاء ومنكر، ما فيش صلاة في فساد في الأرض زي ما حضرتك بتشوف. يا تعالى صلي، لا طب انا اخش الجامع بالعند طالما داخلين عافيه، اخش الجامع اتوضى يا ابني، اروح غاسل وشي وايدي ورجلي وطالع واقف معاهم كده. الامام بقى ولا الضالين امين، انا مش هرد، ما مش عايز، مغصوب. الصلاة ده أحلى حاجة في حياتي. إحنا مقطعين ساعات بنقطع، لكن الحمد لله بنلتزم. الأيام دي الحمد لله بنلتزم في الصلاة. إحنا في ثانوية عامة كانت الدنيا خربانة، فكان لجوئي الوحيد لربنا، والحمد لله اللي كنت بتمنى إن أنا أدخل تجارة إنجليش ودلوقتي فيها. الصلاة حالك اللي أنت عايزه. جات لي فترة ودي كانت من أكتر الفترات الصعبة في حياتي، إن أنا كنت بعدت عن ربنا في كل حاجة. يعني كنت قريبة، كانت في ثانوية عامة بس ما كنتش قريبة من ربنا خالص في ثانوية عامة. بس فلما رجعت تاني بعد ثانوية عامة إن أنا أقرب لربنا وكده، حسيت إن ربنا كافئني بإن أنا بقيت كويسة في الكلية. هو ممكن يكون ربنا بيحطك في الموقف ده او في الخنقه دي، وهيشوفك هو انت هترجع له ولا انت هتكمل وحدك. لو انت هتكمل وحدك خلاص كده انت مع نفسك، اما انت رجعت له فخلاص هتحس بالهدايه يبتليك النفسيه. هو بيجيب الحاجه دي ويشوفك انت هترجع له ولا هتكمل وحدك. ازاي توصل ان انت تنتظم في الصلاة؟ خش العلماء واسمع، خش اسمع كده عن عذاب النار أو عذاب القبر، فيبدأ يحكي لك كل تفصيلة منهم. لا، موت بجد. واللي ما يخافش يبقى مش إنسان، ما عندوش ذرة إيمان. اللي ما يخافش وما قلبه ما يتحركش ده لا إنسان ولا عنده ذرة إيمان. فلما تخاف هتعمل. طب خش بقى اسمع عن نعيم الجنة الله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي بيمنعك عن الصلاة؟ تحس بايه؟ هو الواحد بيتلهي برضه عشان في الجامعه وهنا وهنا، فاهم؟ ساعات لما بفتكر في الجامعه بروح اصلي، عندنا مصليه في الجامعه. بس جت بعد كده بقى فترات الواحد غصب عنه مضطر ان هو مفيش حد يلجأ له، فبتلاقي نفسك خلاص تلقائي انت عايز تجرب بقى الحاجه اللي كله بينصحك بيها. لما بتجرب مره واتنين بتلاقي قلبك ارتاح، فتلاقي نفسك تلقائي في حاله خشوع كده، حتى دي عينك دمعت لوحدك، جسمك بيرتجف كده، قلبك بيرجف من جوه، فغصب عنك بتلاقي خلاص انا عايز بقى التزم. حتى لو مشيت على سطر وسبت سطر برضه بيبقى الموضوع في دماغك، ونفس الفكره والاحساس بيبقى في دماغك، عايز تجربه تاني. ايه الفرق اللي حصل في حياتك قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ بقيت حاسة إن ربنا راضي عني وحاسة بسكينة كده، وأهلي بقوا واثقين فيا في كل حاجة بعملها عشان عارفين إن أنا الحمد لله كنت كويسة من ربنا. قول لي الفرق بين قبل ما تصلي وبعد ما. بص، قبل ما تصلي عامة دي بيبقى انت بتقعد تفكر في حاجات كتير، اي حاجة بقى، اي حاجة مش تمام، اي حاجة مضايقاك، اي كده. لما بتدخل الصلاة وانت فعلا حاسس ان انت لا انا عايز اصلي، انا عايز اهرب من الهم اللي عندي دوت، ما تنامش، روح صلي، اقف كده قدام ربنا، اقرأ سورة معينة تكون انت مثلا حافظها واقعد اقرأها. بالذات سورة سيدنا يوسف، لان هي يعني سمعت ان هي احسن سورة في القرآن، لان هي بدأت بالحلم وانتهت بتحقيق الحلم. فدايما اي حاجة ببقى نفسي يعني اوصل لها بفتكر دايما قصة سيدنا يوسف. بس فالموضوع بيبقى حتى بيبقى لذيذ نفسه، انت نفسك بتحب القصه. فعلا دلوقتي لما بكون في حاجة جديدة قبل أي حاجة لازم أصلي. هتصلي وربنا هيقف جنبك، مش حد يعني. بس انتظام الصلاة يعتمد عليك انت وعلى ارادتك. الصلاة التزام، بدأت بالصلاة والتزمت بيها وعندك الإرادة وحققت الهدف بتاعك، نشأت الهدف بتاعك، وصلت للهدف. أول حاجة شروط التزام الصلاة هدف أو غاية، أنت بتعمل الحاجة دي ليه؟ كلنا طمعانين في رحمة الله، ماشي ما اختلفتش معاك، بس أنت عملت إيه عشانها؟ أول حاجة هدف صحيح، تاني حاجة إرادة قوية، مع تحقيق الهدف إرادة. بس الهدف والإرادة ان انت تحقق الهدف. طبعا. يعني انا مره في يوم اتخنقت، فعلا اتخنقت قوي في اليوم ده، فنزلت الفجر دخلت الجامع، قعدت اقرا قران كتير يعني، وحسيت براحه نفسيه وصليت كده وكنت مبسوط قوي ومروح. يعني رغم ان اليوم ده كان فيه مشاكل كتير، بس انا بعد ما قرات قران
وصليت الفجر، وانا مروح كده خلاص حسيت براحه نفسيه وكل اللي كان حصلان معايا ده نسيته عادي ومش فارق معايا. الصلاة خشوعها لا يصل لها إلا من يحب. يقول لك كان بيجري عشان يلحق ليلى، فكان رأى مصلين فراح، هم شافوه فقالوا لماذا لم تأتي معنا، يعني ليه ما جيتش تصلي معانا؟ فقال لهم انتوا ازاي انتبهتوا ليا وانتوا بتصلوا وانا ما انتبهتش لكم، ما شفتكوش وانا رايح لليلى. لو احببتم ربكم كما احببت ليلى والله ما انتبهتم لي. فلا يصل للخشوع الا من احب، دي خلينا متفقين عليها. فالصلاة لها فروضها ولها شروطها لكي تصل لها، أما كتأدياتها كقضاء دي حاجة تانية خالص. الذي يقضيها كقضاء هو مسلم، فاهمني؟ لكن أنا بقول رأيي لا يصل لخشوعها إلا من أحب، ولا يهديه الله لها إلا من أحب، إلا من يحبه الله. ان هو ربنا بيبتليك او بيحطك في الشده عشان يناديك. هيشوفك انت هترجع له ولا هتكمل وحدك. لو كملت وحدك اكيد مش هتحس براحه نفسيه وهترجع زي الاول والكلام ده. فموافق ان اللقاء ينزل؟ اه اللقاء لو اتصور ما ينفعش يتمثل، قشطه ماشي. نحط كوميكس وتريقه وكده. قشطه قشطه، انا متابعاكوا اصلا. طيب الكومنتس مش مسؤولين عن الكومنتس. ماشي تمام. موافقين ان اللقاء ينزل؟ اكيد طبعا، نحط كوميكس وكده. اللي انت عايزه. اللقاء لو نزل ما ينفعش يتمثل. لا لا بس تمام؟ شرفت فيك حبيبي، شرفت فيك. موافقين اللقاء ينزل؟ نعم موافقين اللقاء ينزل؟ ينزل عادي. اللقاء لو نزل ما ينفعش يتمثل. حبيبي. خلاص.